يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه كده قبل ما نبدا اي حاجه، يعني عيد سعيد عليكم وربنا يعيد الايام دي علينا بالخير. يعني انا عارف ان انا تقريبا اخر واحد هنيك بالعيد، بس يعني زي في المثل المصري او الشعبي بيقول لك ايه: ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اصلا. فاهم؟ فانا جيت متاخرا، اتيت متاخرا. فاهم؟ فخير من ان لا اتي. فاهم حاجه ولا ايه الدنيا؟ بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. بص، مبدئيا كده الفيديو ده واحد من اسوأ الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي. يعني الفيديو ده انا عامه كويل ديت من اكتر الشمات اللي انا بكرهها. فعشان نكون متفقين مع بعض كده، يعني ايه، احنا عايزين تبقى اتفاق. انا لو شفت اي حد يا جدعان في الكومنتات داخل يكتب لي بقول لك ايه على فكره، بس كايل ديت شامبيون، بفشخه. فاهم؟ انا بكسب بطلع كايل دي واحد على 20 في اول 10 دقايق. فاهم؟ بخليها 0 سي اس اس. فاهم؟ في اللين. فاهم؟ يعني بطلعها 0 على 20. اقسم بالله انا مش هديك بان. ده انا بص، انا هديك بان ريبورت. فاهم؟ هخفي الكومنت بتاعك، محدش يشوفه غيرك خالص. فاهم؟ هعمل فيك عمايل. لا لا يا جدعان، مش عايز حد اشوف الكومنت ده، لان دي مش معجزه. انت ما عملتش حاجه كبيره اصلا. يعني انت كده مش جامد. فاهم؟ انت ستيل ما بتعرفش تلعب. فاهم؟ وناقصك ماكرو. فاهم؟ وتطلع 0 على 20 لما ينزل صوتك رينج. فاهم؟ وما بتعرفش تفرم. فاهم؟ فيعني مش انجاز انك تكسب قايل. اي حد بيكسب قايل. فاهم؟ ويا سلام بقى لو حد طلع قال لي لا ده انا بلعب فاهم بريفن، فاهم، او بزد او بلي سن، او اي حد من الشمبيات اللي هو ايرلي جيم بيديك 2 اوتو يقتلك ده. لا بقى بص بقى، فاهم، انا ممكن اقول لك ايه، يعني مش عارف، انا ممكن بقى اتحرى عنك. فاهم؟ واجيب عنوان بيتك واجي اعتدي عليك بالضرب، وبعدها اعزمك على اكل بصراحه، عشان انت بتهونش عليا يعني. اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا مش مصدق. بص، المهم انا عامل فيديو ده ليه؟ يعني انت واحد يطلع يسالني يقول لي طب انت طالما ما بتحبش كايل قوي كده، يعني ايه ليه الدنيا؟ انا في واحد في الكومنتات جه قال لي يابا اشرح لي كايل. فاهم؟ بصراحه الراجل ده انا حبيته يعني لله في الله كده. الفيديو ده عشان انا كده اقسم بالله. فمن غير ما اطول عليكم يلا نخش في الشرح. بص، احنا كايل ديت مصنفه شخصيه ميج زي اي شخصيه ميج بنشرحها. إيه، بتلعب فول لين تقريبا. يعني ممكن تلعب توب، ممكن تلعب ميد، ممكن تلعب سبورت. ممكن لو انت تقيل بيها تنزل جنجل. ما رشحش كده طبعا لاي حد. يعني يعني مش حلوه في التوب لين عشان تلعب في الجنجل. فاهم؟ يعني لو انت تقيل بيها عامه يعني. وممكن تلعب اي دي سي لو انت معاك سبورت مورجانا ولا حاجه، او لاكس. مورجانا افضل. نبدا بالكيو. هنشرح الباسف في الاخر لان الباسف طويل شويه، فهنبدا بالكيو. كيو مورجانا يعني سكيلها بسيطه جدا، عباره عن انها بتغز بالسيف بتاعها كده. بتعمل 60 ماجيك دامج زائد 60% من توتال اتاك دامج اللي معاك، زائد 50% من توتال ابيليتي باور اللي معاك. وبتقلل دفاعاتك بنسبه 15% اللي هو ارمور والماجيك ريزيست. بص، يعني هقولها تاني وتالت ورابع وكل فيديو شرح هقول المعلومه ديت. لو انت ما تعرفش يعني ايه اتاك دامج اساسي، ابيلتي باور اساسي، بيز هيلث، ماجيك ريزيست، ارمور، شوف الفيديو ده. هسيبه لك فوق في علامه الاي هيطلع لك، ويعني روح شوفه. هو اي نعم فيديو غريب شويه، يعني انا كنت بشرح مثلا كاني دكتور جامعه، ما اعرفش، كنت جد قوي في الفيديو. يعني بشرح الموضوع كاني بشرح طريقه عمل القنبله الذريه. فما مش فاهم، بس على الاقل شوف اول 12 دقيقه تفهم فيهم كل حاجه خاصه بالاحصاءات الاساسيه بتاعت كل شامبيون. وتعالى كمل الفيديو بقى يعني. فده كيو بسيطه. الميزه في الكيو انها تقدر تضربها على اكتر من حد. اي حد على طول الكيو ده ممكن هتعمل نفس الدمج وهتقلل دفاعات. تيجي للدبليو، كايل بتهيل نفسها ب 70 هيلث زائد 30% من الابيليتي باور اللي معاك. ده هيل بتاخد موف سبيد من 25% لحد 40% زائد 8% لكل 100 ابيليتي باور معاك. يعني كل ما معاك 100 ابيليتي باور انت بتاخد 8% موف سبيد زياده. اي كايل عباره عن، يعني هي تقريبا اهم سكيلها في كايل هي الاي بتاعتها بعد الار طبعا. يعني الاي دي عباره عن امبورد اتاك. الاوتو اتاك بتاعك هيطلع بونص ماجيك دامج. ولو فعلت الاي هتاخد اكتف. الاكتف بتاعك ان هو بيديك رينج زياده. يعني في اول 4 ليفلات انت بتاخد رينج، تقدر تضرب من بعيد اوتو اتاك، خلاف ان الدمج بتاعها بيزيد. دمج الاوتو اتاك بيزيد. ده بالنسبه للاي. نيجي بقى للار بتاعت كايل. الار كايل عباره عن ان هي بتطير في السماء، محدش بيقدر يضرب عليها اي حاجه ولا يقتلها. وفي نفس الوقت اللي انت ضارب فيه الار انت ما بتعرفش تضرب اي حاجه لحد ما وقت الار ينتهي، ومعاك سيوف كده بتنزل بقى على الارض. تمام؟ المهم ان انت لما بتنزل على الارض بتعمل 150 لحد 400 زائد 100% من توتال اتاك دامج اللي معاك، زائد 80% من توتال ابيلتي باور اللي معاك. السكيلات دي تقدر تنقذ بيها نفسك لو انت هتموت. فاهم؟ او زي الدبليو بالظبط كده. الدبليو برضو انت لو بتجري ورا حد تبقى حلوه، لو بتجري ورا من حد لو انت لو اتش بي. هي الار نفس الكلام. وميزه في الار برضو ايه كمان بقى، ان انت ممكن تضربها على واحد صاحبك، فتبقى عامله زي الزونيا كده بالظبط. يعني صاحبك ده مثلا اللي هو بيموت، فاهم؟ انت فاهم قصدي طبعا. لما انا ابقى لو اتش بي، فاهم، وفي حد لازق فيها بيفشخني وانت فول اتش بي، ان تتكرم وتضرب الار عليا، يعني الار بتاعك عليا. انا عارف انها حاجه صعبه بالنسبه لك ان انت تنقذني، معلش. نيجي بقى لباسف. باسف كايل هو يعني، بص،
عارف مدرسه المينيونز؟ يعني افهمك دلوقتي. بص، كايل تعتبر مينيون، يعني كايل اصلا هي مينيون وهربان لتصنيف الشامبيونات، يعني هي كانت مينيون واحنا رقناها لشامبيون. ازاي الكلام ده بقى؟ تعال اشرح لك. انت في مدرسه المينيون، انت كل مينيون كده له دور معين، يعني في مينيونز بتخرجوا بكاستر مينيون اللي هو بيضرب من بعيد، ده اللي بيبدن عليك في اللين. في عندك الميلي مينيون ده رجوله، في الكانون ده رجوله الرجوله بقى، في السوبر مينيون ده افشخ مينيون بقى تشوف حياتك. وفي كايل بقى كانت يعني تقريبا عند ليفل 1 لحد ليفل 5 هي بتبقى كاستر مينيون او ميلي مينيون. من ليفل 5 لحد ليفل 11 او ليفل 10 قصدي هي بتبقى فاهم كانون مينيون. بعد ليفل 11 لليفل 15 بتبقى سوبر مينيون. بعد ليفل 15 بتبقى كايل بقى. فانا دلوقتي بفهمك انت داخل على ايه. يعني انت لو دلوقتي شخص لسه بادئ اللعبه وعايز تمين شامبيون، فانت هتمين كايل. الله اعلم ليه، مش عارف انت بتفكر فيه بصراحه عشان تمين كايل، بس يعني انا وظيفتي هنا افهمك كل حاجه. فانا بفهمك انت داخل على ايه. كايل بتبقى شامبيون عند ليفل 15، الشامبيون بيتلعب عند ليفل 15، فانت فاهم ان كايل دي شامبيون ليت جيم، يعني مش ليت جيم، هي الترا سوبر سونيك ميجا مش عارف انت اسامي الموبايلات الغريبه ديت اللي هو ما يقول لك الالترا اس سامسونج 70 برو ماكس، فاهم؟ فكايل برو ماكس ليت جيم، يعني الشامبيون فعليا يا جدعان من اقوى الشامبيونز في الليت جيم حرفيا. هي ممكن تخش ساحه 9، يعني ممكن تفشخ الخمسه اللي قصادها والاربعه اللي معاها تاخدهم في السكه كده. فده شيء انا معترف بيه هنا في القناه. يعني طبعا انا عارف ان انا هنت كايل كتير قبل كده في بوستات وفي فيديوهات، بس كايل فعلا واحده من اقوى 5 شامبيونات في الليت جيم. لكن عشان توصل للمرحله دي بقى فاهم، فانت تعاني. انت يعني عارف انت حشاشين في الظاهر هتلعب كايل وفي الباطن بتعالج عند الدكتور النفسي. فانت عشان توصل لليفل 15 هتعدي بكذا جزء من ليفل 1 لحد ليفل 4. انت بيبقى عندك كل ما تضرب 5 ضربات بتاخد 4% موف سبيد و4% اتاك سبيد، والاوتو اتاك بتاعك هيطلع دامج زياده. ده عند ليفل 1 ليفل 4. طيب عند ليفل 5 بتعمل ايه بقى؟ بتبقى معاك رينج، انت بتاخد 525 رينج زياده، فانت اصبح بتضرب من بعيد. وطبعا كل ما بتجمع ال5 ستاك، لو تضرب 5 اوتو اتاك يعني بتاخد اتاك سبيد زياده وموف سبيد زياده، والدامج بتاع الاوتو اتاك طبعا بيزيد. عند ليفل 10 بقى فانت يا معلم هنا بتبتدي تبقى جامد شويه، فاهم؟ انت كل 5 اوتو اتاك فانت بتعمل ويفا، الاوتو اتاك بتاعك بيعمل ويفا كده، بتشيل اي حد في قصاده، بتدمج مثلا اي حد في الرينج بتاعك، مش شامبيون واحد، لا ممكن تدمج 1 2 3 4 5 كلهم، وبتعمل طبعا دامج زياده. وطبعا زي ما قلت لك بتاخد سبيد زياده وموف سبيد زياده. عند ليفل 15 بقى فانت حرفيا بقى الاوتو اتاك بتاعك بيبقى ويفا، يعني خلاص بقى مش بتستاك، انت خلاص بتطلع ويفا ودامج زياده زي ما انت عارف، ما تنساش موف سبيد اتاك سبيد. طيب نستفاد ايه من كل ده؟ نيجي للمميزات والعيوب بقى. من الوهله الاولى لما اشرح لك كل الحاجات ديت تكتشف ان كايل دي شامبيون جامد، وهي فعلا شامبيون جامد ليت جيم. يعني هي سكيلاتها حلوه، مع هيل، مع موف سبيد، اتاك سبيد، مع دامج. هي مش ابيلتي دامج عشان تكون فاهم، كايل معاش ابيلتي دامج عالي، لكن كاوتو اتاك لا، فكايل فعلا واحده من اقوى شامبيونات اللعبه. مع باسف محترم، باسف حلو جدا وكرييتيف شويه برضو، يعني تشامبيون صعب نوعا ما. لكن نيجي بقى لسلبيات كايل، فسلبيات كايل اكتر من عيوبها، اكتر من ميزتها. كايل يا جدعان يعني مينيون في الايرلي، مينيون فعليا، يعني كايل مالهاش اي لازمه ايرلي جيم. انت لو داخل معاك كايل في الجيم اعرف ان انت هتلعبوا 4 ضد 5 لحد ليفل 15 مثلا، او لحد ما كايل تجيب فول بيلد يبدا بقى فايت معاكم. ساعتها انت قبل الكلام ده ما تستناش من كايل اي حاجه. فانت لو بتلعب بكايل يعني انت لازم تكون فاهم ان انت بتلعب سيف فشخ، انت بتحضن التاور، بتبوس التاور فاهم، وتفرم بس مالكش دعوه، مش بتفايت القصاد، مش بتتريد حتى، ممكن تتريد على خفيف كده لو انت بيلعب قصادك شامبيون، فاهم؟ يعني مش بيطلع دامج عالي، لكن انت في معظم الاحوال اصلا ينزل قصادك شامبيونات هتروقك يعني. انت تتريد بقى، يعني تتريد على خفيف، بتفرم، تجيب اول ايتم، تبتدي تخش شويه فايتات. لو معاك ار تخش فايت، مش معاك ار ما تخش الفايت، عشان انت من غير الار هتخسر اصلا اي حد، فاهم؟ حاول تتفايد، حاول تسرق كلات، يعني من الاخر كده حاول تسرق كلات. انا عارف اصلا ان مفيش حد اصلا هيحاول يديك كلات، لان دي يعني قضيه فاسده وممكن يحاكم عليها اصلا. لو لو انا معايا كايل في الجيم مش هديها كلات، مع اني عارف ان الكايل جامده في الليد، بس انا مش هديها كلات لاني مش واثق في اللي بيلعب فيها اصلا. يعني عشان يبقى حد واثق فيه بكايل لازم يبقى مستر 7 وكان مرتب على السيرفر، خلاف كده مش هديك كلات. فكايل حاول تسرق كلات، حاول تتفيد، لانك يعني كايل من يعني حاليا هي محتاجه بف، عشان تعرف تواكب الملعكه اللي بتحصل في اللعبه. ففي شامبيونات اوفر باور بطريقه غبيه، فاهم؟ وما عادش في ليد جيم اصلا في اللعبه عشان تلعب كايل، فانت محتاج تتفيد. لازم تحط في دماغك ان انت مش هينفع تعدي الجيم عادي كده، لو انت تسكيل عادي طبيعي انت تفايت. فنيجي بقى للبيلد، اعتمادك على اتاك سبيد ولايف ستيل، فاهم؟ معاك شويه ابيلتي باور هيساعدوك في الجيم. فعامه في اوفرول كايل شامبيون قوي جدا ليت جيم، بس ما فيش ليت جيم في اللعبه. فانت ممكن تلعب اورجانا، انا اختها، مع ان اختها دي
انا ما بحبش مرجانه برضو زي كايل بالظبط، لكن هي عيله وسخه كلها بامهم ديت اللي لسه ما نزلتش اللعبه. صمام جامده بصراحه يعني ليج لا جامده فشخ يعني. ليج بتكون جامده مش زي ناس. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. المهم ده كان كل اللي عندنا النهارده الكايل. يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان تابعنا على الفيسبوك. والنبي تابعنا على الفيسبوك. انا عارف ان الفيسبوك يا جماعه الفيسبوك بيشحر فعليا يعني. بنزل عليه كل حاجه جديده والله، وبنزل اسلوب بتاع فاهم، وكواليس وحاجات غريبه كده هتعجبك يعني. طبعا في الانستا ممكن تتابعنا على الانستا برضه، وفي رابط جروب وايلد دريفت لو انت عايز تخش يعني فاهم، ناس تلعب معاهم بتاع حوار. انا هنزل الفيديو ده كامل على الجروب ده فاهم، وبس بيس. Je suis dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la boue? Il y a le boutique Crédit Bumbo. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta